أهلا بالجميع. يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هشرح لكم ازاي توصل الساعة الذكية بتاعتكم بالموبايل باستخدام تطبيق. الشرح ده هيكون مفيد لمستخدمي اندرويد وكمان الايفون. اول حاجة لازم تتأكد ان البلوتوث شغال وان التطبيق واخد كل الاذونات المطلوبة، خصوصا اذن الموقع. هنضغط على ايقونة التطبيق وبعدين نختار معلومات التطبيق، بعد كده الأذونات، وهنفعل الموقع وأي أذونات تاني نحتاجها. مثلا لو فعلنا التخزين، ده هيسمح لنا نضيف صور من للموبل للساعة. ندخل على التطبيق، ولو دي أول مرة تستخدموه لازم توافقوا على الشروط وتدخلوا بحساب. أنصح تستخدم حساب ضيف وتختار اسم مستخدم زي ما موضح في الفيديو. بعد كده هيظهر إعلان لازم نفعل منه إذن الإشعارات للتطبيق. بنختار اذهب للإعدادات ونفعل، وبعدها نرجع للتطبيق تاني. من جوه التطبيق هنروح لقسم أنا أو مي، وبعدين نختار البحث عن جهاز. لما الساعة تتوصل نضغط على إعدادات الجهاز وبعدين إشعارات الرسائل. ولو الساعة مش ظهرت في القائمة، اعمل إعادة ضبط مصنع وابدأ الخطوات من الأول. بعد الساعة تتربط نروح تاني على إعدادات الجهاز ونختار إشعارات الرسائل ونفعول التطبيقات اللي عايزين توصل منها الإشعارات. أخيرا لازم تتأكد إن للموبل مش عليه أي قيود على الإشعارات، وإن وضع عدم الإزعاج مشغل علشان الإشعارات توصل بشكل سليم. لو الفيديو أفادك يا ريت تشترك في القناة وتعمل لأيك وتكتب تعليق. سلام للجميع، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.